لاحظتم أن إلتراس المنتخب القطري أغلبهم ليسوا قطريين. الإلتراس والمال خطان متوازيان لا يلتقيان إلى الأبد. الاستعانة بالخبرات الأجنبية لبناء الملاعب والمنشآت والمترو أمر بديهي. استخدام عمالة أجنبية في أعمال البناء أيضا بديهي. لكن استخدام مشجعين إلتراس مدفوعين الأجر ومستأجرين هو الأمر الغير طبيعي. ففكرة الإلتراس هي فكرة الانتماء الغير مشروط لكيان أو بلد أو ناد معين. جميع أعضاء الإلتراس يجمعهم حب غير مشروط للنادي أو المنتخب في أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وكذا إفريقيا. قد يلجأ أعضاء الإلتراس إلى بيع أثاث منازلهم والتضحية بكل ما يملكون للوقوف خلف انتمائه وعشقه. أعضاء الإلتراس غالبا في العالم من الطبقات الفقيرة التي يمثل لها هذا الانتماء معنى ومغزى من الحياة. هل عجزت قطر عن تأمين 500 شاب قطري محبين لمنتخبهم الوطني للصراخ والدفاع عن منتخب بلادهم طوال 90 دقيقة بدون توقف؟ جميع أشكال أعضاء الإلتراس في المباراة بدت عليهم الملامح المصرية والشامية والعراقية والمغاربية. ربما استطعت تمييز بعض الشباب القطرية بالعكال داخل الإلتراس. الرجاء عدم إقناع أن هذه المجموعة تم تنظيمها عفويا وبدون مقابل مادي. مجموعة شباب عرب عاشقين لقطر لدرجة الموت يصرخون ويشجعون طوال 90 دقيقة. لا يمكنني أن أتقبل أو أستوعب هذه الفكرة نهائيا. على الرغم من حب العديد من العرب لقطر وتعاطفهم معها، لكن ليس لدرجة تكوين إلتراس يشجع 90 دقيقة بشكل منظم من غير كلل ولا ملل. هذه الحادثة عن استئجار مشجعين ليست الأولى من نوعها في دول الخليج. أذكر أعضاء إلتراس منتخب سوريا في الإمارات عندما طلبت منهم جهة إماراتية الانضمام لتشجيع منتخب الإمارات في كأس آسيا 2019 بعد خروج المنتخب السوري، وذلك بسبب ضعف أداء الجماهير الإماراتية المستضيفة للبطولة في التشجيع الحماسي. حتى الإلتراس صار بيتعمل منها مشجعين لا ينتمون إلى البلد. ماذا يفعل الشباب القطري وما الذي يمنعه من تكوين إلتراس خاص به؟